يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف لايبزيغ الألماني خلال ميركاتو الصيف القادم. ووفقا لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، فإن ريال مدريد معجب بلوكاس كلوسترمان مدافع لايبزيغ الألماني البالغ من العمر 27 عاما، حيث يستطيع اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي. وأشارت إلى أن مركز كلوسترمان الأساسي هو الظهير الأيمن، لكنه لعب أيضا كظهير أيسر وقلب دفاع. وينتهي عقد لوكاس كلوسترمان مع لايبزيغ في الصيف المقبل، لكنه ينوي التوقيع مع النادي الألماني على عقد جديد كي يساعده على الاستفادة ماليا من رحيله. وفي المقابل ينوي لايبزيغ الموافقة على أي عرض يصل إلى اللاعب للحصول على خدمات لوكاس بعد تجديد عقده مع لايبزيغ، إذا كان هذا العرض يصل إلى 30 مليون يورو. لم يتفاجأ أحد ممن تابع تصريحات أرتورو فيدال قائد منتخب تشيلي التي قال فيها: لقد واجهت العديد من السرقات التحكيمية في مسيرتي الكروية عندما لعبت ضد ريال مدريد، لدرجة أنني أنسى التفاصيل أحيانا. لقد سرقوا فريقي في عدة مناسبات. سبب عدم الدهشة هو أن فيدال معروف عنه كراهيته لريال مدريد، فالعلاقة بين نجم منتخب تشيلي مع ريال متوترة، لدرجة أن الجمهور المدريدي لطالما تهكم على فيدال. القصة تعود إلى وقت سابق، فريال مدريد في صيف 2015 كان يتابع أرتورو فيدال، وكان يريد التعاقد معه وجلبه إلى سانتياغو برنابيو، ولكن بعض الأفعال التي قام بها اللاعب خارج الملعب منعت ريال مدريد من التفكير في ضمه، حيث أنه يسهر بشكل متكرر ويدمن الخمور، وهو ما جعل فيدال بعد ذلك دائم الانتقاد للنادي المدريدي الذي لم يمنحه الفرصة لتمثيله في الماضي.